إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قصة في حديث، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. أخرج الإمام أحمد والبخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، جعل عبد الله بن جبير ووضعهم مكانا وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، فإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فهزمهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، قد ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ أيها الإخوة المؤمنون، معنا في حلقة اليوم للتعليق على هذه القصة من غزوة أحد الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود، الأستاذ بجامعة طنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فتقدم غزوة أحد أو يوم أحد درسا مهما مستديما ينبغي أن يستذكره المسلمون في كل عصر ومكان، سواء على المستوى الشخصي أو الصعيد الاجتماعي. فهذه الغزوة جاءت في انعطافة مهمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، بعد أن انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر، مع التفاوت الكبير بين الطرفين من حيث القوة والعدد والعدة، وكانت موازين التفوق جميعا تصب في صالح المشركين، ولكن الحق سبحانه وتعالى نصر المسلمين مع ضعفهم وقلتهم وضآلة إمكاناتهم. وشهد العام الثاني للهجرة الشريفة انقلابا عظيما في طبيعة القوى التي تتحرك على أرض الجزيرة العربية، فقد صار للإسلام والمسلمين وجود مؤثر وفعال لا تستطيع القوى الأخرى أن تتجاهله أو تتغاضى عنه. ومن ثم فقد تحركت قريش بوصفها قيادة المشركين عقب هزيمتها في بدر لترد على المسلمين وتستعيد مكانتها التي فقدتها بالعدد الكبير من القتلى والأسرى والخسائر المادية التي لا يستهان بها. إذن كان استعداد قريش للمواجهة العسكرية مع المسلمين على قدم وساق على كل الأصعدة. نعم، كان استعداد قريش للمواجهة العسكرية مع المسلمين يمضي على قدم وساق، فكانت تجيش الجيوش وتعقد التحالفات
مع القبائل المجاورة لتحقق نصرا ساحقا يعيد إليها مكانتها المهدرة ووجودها المهدد، وتوجهت إلى المدينة المنورة حيث يقيم المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لتهاجمهم وتقضي عليهم في عقر دارهم. بيد أن الأمر بالنسبة لقريش وحلفائها لم يكن سهلا، فقد استعد المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن دينهم ومدينتهم، وأعدوا ما استطاعوا من قوة. وخطط الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لسير المعركة، وكان التخطيط محكما. أحرز المسلمون بموجبه نصرا مؤزرا في بداية المعركة، وأوشكت أن تنتهي بنصر ساحق لولا أن الأمور أخذت مجرا آخر مؤسفا ومؤلما، وهو ما تشير إليه هذه القصة التي بين أيدينا، ويتضح من الحديث الشريف الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه. إذا نحن ضيفنا الكريم أمام درس مهم لا بد أن يستوعبه المسلمون في كل عصر. نعم، هذا الدرس المهم والمستديم الذي تقدمه القصة للمسلمين جيلا بعد جيل يتمثل في ضرورة الالتزام بما تتفق عليه القيادة العسكرية مهما كانت الإغراءات أو المرهبات، لأن في هذا الالتزام كسب كبير لجموع الأمة، وترك هذا الالتزام خسارة كبرى تصيب الأمة في مقتل، وهي إصابة تتجاوز أفراد الجيش المقاتل إلى عامة الناس وجموعهم. في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم يضع خطته العسكرية ويأمر من يأمر من الجيش بالالتزام بمواقعه. نعم، لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم خطة تحمي ظهر الجيش الإسلامي وهو يواجه جيوش المشركين، وتتمثل هذه الخطة في وضع مجموعة من 50 رجلا أو مقاتلا بقيادة عبد الله بن جبير وهم الرماة، وأوصاهم ألا يبرحوا مكانهم مهما كانت الظروف، وحذرهم من مغادرة المكان إلا بعد أن يطلب منهم ذلك، حتى لو رأوا الجيش الإسلامي حقق الانتصار والظفر. وكان قوله صلى الله عليه وسلم قاطعا وحازما وحاسما بعدم المغادرة حتى لو انهزم المسلمون والتهمت الجوارح أجسادهم الميتة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، فإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشف ببصيرته ما يمكن أن يحدث من هذه المجموعة التي أوقفها على الجبل. بالتأكيد، فقد كان يستشف ببصيرته ما يمكن أن يحدث في حالتي الهزيمة والانتصار، فكرر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا حتى أرسل إليكم. لقد حذر من ترك المكان في الحالة الأولى، وكنا عنها بقوله: رأيتمونا تخطفنا الطير، ويقصد بالطير النسور والعقبان وما شابهها من الطيور الجارحة، وهي عادة تهبط على جثث الموتى لتتغذى بها، ويحدث هذا عقب انتهاء القتال وانسحاب الجيوش في تقاليد الحروب القديمة. كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المكان في الحالة الأخرى، وكنا عنها بقوله: هزمنا القوم وأوطأناهم، أي صاروا تحت أقدامنا جثثا هامدة بعد قتلهم. لا شك أن تكرار هذا التحذير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مغزى ضيفنا. نعم، هذا التكرار على هذا النحو كان يفرض على المجموعة ألا تستجيب لأي مؤثر من مؤثرات المعركة، سواء كان هزيمة أو انتصارا.
أيها الإخوة المؤمنون، عند هذا الحد من قصة غزوة أحد نتوقف مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حلمي محمد القاعود على أن نستكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قصة في حديث، برنامج يعده ويقدمه رجب خليل.